بصوا بقى، النهاردة هنعمل مع بعض الكراب اللي بيطلع زي بتاع المحلات بالظبط، والطريقة ولا أسهل ولا أسرع، وكمان بالمكونات اللي موجودة في أي بيت تقريبا، يعني مش محتاجة تعملي حسابها. أهلا بيكم، أنا ملك وده فيديو جديد. ولو أول مرة تشوفوني اعملوا اشتراك في القناة واللايك عشان دعمكم هو اللي بيشجعني أكمل. هنحتاج كوباية مية وكوباية لبن، ولو مش عندك لبن ساعتها استخدمي كوبايتين مية عادي خالص، نص معلقة سكر ورشة فانيليا و3 معالق زيت ورشة ملح وبيضة واحدة، وكمان معلقة صغيرة خل علشان تشيل الزفارة. هنحط كل المكونات دي في الخلاط ونضربهم كويس جدا لحد ما الخليط يبقى ناعم. بعد كده هنضيف كوبايتين دقيق ونكمل ضرب. أهم حاجة ما يكونش فيه تكتلات، علشان كده كمان هنصفي الخليط بعد ما نخلص خلط، ودي خطوة مهمة جدا علشان الكريب يطلع معانا ناعم زي المحلات. هنسخن طاسة كبيرة أو صينية وندهنها نقطة زيت خفيفة، وبالراحة كده ننزل شوية من الخليط ونبدأ نحرك الطاسة بشكل دائري علشان الخليط يتوزع كله في الصينية من غير ما نلمسه خالص. نسيبه على نار هادية شوية، أول ما تلاقي الجوانب بدأت تفك نبدأ نقلبه على الناحية التانية. دقيقة واحدة بس وهتكون استوت، وبكده الكريب جاهز معانا. واحنا بنجهز الحشوة ممكن نرجع الكريب على النار تاني علشان نحمره شوية والجبنة تسيح. أنا كنت عاملة تشيكن ستريبس من قبل كده، اللي عايز الطريقة يكتبلي في الكومنتات وهبقى أنزلها في فيديو لوحدها. دلوقتي بقى نجهز الحشوة. أنا هحط جبنة موتزاريلا وتشيكن ستريبس وبطاطس محمرة وفلفل ألوان، وانتوا بقى حطوا أي صوصات بتحبوها زي كاتشب ومايونيز وباربيكيو، أو حتى صوص شطة لو بتحبوا الحراق. نلف الكراب على شكل رول أو نطبقه نصين وندهن الطاسة تاني نقطة زيت ونحمره من الجانبين لحد ما ياخد لون ذهبي كده والطعم خرافي. بصوا على المنظر، تحفة بجد. والطعم بقى هيخليكم تعملوه كل يوم، أوفر وأطعم من الجاهز بكتير. جربوه وبقولولي في الكومنتات عملتوه بإيه، واستنوا مني وصفات أكتر حلوة وسهلة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. باي باي.